الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده هو يعني اذا انت اتفرجت هو عامل زي الازازه. بص، الازازه دي مليانه على اخرها. فلو جينا، وانا عارف انتوا عارفين الكلام ده، فلو جينا وهتتفقوا معايا فيه، لو جينا صبينا ميه في الازازه دي وهي مليانه، هي مش مليانه قوي يعني، بس فلنفرض ان هي مليانه خلاص. لو جينا صبينا ميه فيها، ولا هي هتتملي، او يعني هتتملي بس هتدلدق، لان هي كده كده مليانه اصلا، فانت تحط فين؟ خلاص، فهتدلدق منك. ولا الازازه اتملت وكمان انت ما استفدتش وهدرت ميه. فده بالظبط عامل زي الفيديو ده لو انت اتفرجت عليه، بمعنى ان انت لو قعدت تجرب في الفيديو انت مش هتستفاد باللي انا هقوله. تاني حاجه، ان انت مثلا، احنا هنتكلم في الفيديو ده على ايه؟ هنتكلم مثلا لو انت عايز تحصل على وظيفه او عربيه او زواج، وربنا زوجنا جميعا الزوجه الصالحه والزوج الصالح، و او مثلا عايز بيت او عايز تسافر او ايا كان. فانت لو عايز تعمل حاجه من الحاجات دي، باذن الله الفيديو ده هيفيدك جدا، عشان بامر الله لما تخلص الفيديو هتعرف تعمل ايه، عشان ربنا سبحانه وتعالى بامر الله وباذن الله يستجيب ليك. خلاص. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اخوكم حازم، وبتكلم هنا على الاستغفار وعلى مواقف اللي حصلت معايا في حياتي، وامور بجانب الاستغفار ساعدتني ان انا احقق اكتر من حاجه، زي مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى في اقل من ساعه، كان معايا فلوس، وكان عندي مشوارين مهمين خلصتهم، وربنا الحمد لله كرمني احلى كرم في اقل من ساعه. تاني حاجه، كان نفسي في عربيه. خلاص، في نفس الاسبوع اللي انا كنت عايز فيه عربيه، ربنا الحمد لله كرمني بعربيه. خلاص، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر. طيب، موقف كمان، ان انا كنت عايز ابقى شريك في مكتب خاص بالشغل، يعني مجال اللي هو التسويق العقاري، ونمت وصحيت، صحيت على خبر، يعني زميلي في الشغل بيصحيني: يا حازم، فلان فض الشراكه مع فلان، وانا رشحتك ليه، وهو عايزك معاه في المكتب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طيب، ده كله حصل ازاي؟ قسما بالله انا مش هبخل عليك بكلمه، نفس اللي حصل معايا بالظبط انا هقوله لك. خلاص. وانا هحاول ما اطولش، عشان في ناس كانت بتشتكي ان انا بطول، لكن انا غصب عني، عشان انا عايز احكي لك الحكايه اللي حصلت. مفيش حد بيحكي حكايه في دقيقتين. خلاص، بس انا هحاول. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده كده انت وحشتوني الاول، وبرضو اللي ما يعرفنيش، اللي مش مشترك يشترك، واتشرف جدا بيكم وبنكبر اسره القناه. طيب، خلينا نبدا. اول حاجه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا افعالهم، لا، هو قال لك غير ما بنفسك. يعني ايه؟ هو بيتكلم عن نفس. طب ايه اللي في نفسك؟ اللي في نفسك ان حضرتك لو بتعمل ذنب غيره، بتعمل ذنب بدله. بمعنى ايه بقى؟ عايز تخلص من الذنب اللي انت عليه، صلي، صوم، اعمل خير، تصدق، ربنا هيبعد عنك كل ده. استغفر، اشكر ربنا، خلاص يبقى الذنب كده خلصت منه. طب وبعدين لازم تتوب. خلاص، فان الله ايه كان غفورا رحيما، والا من تاب وامن وعمل صالحا. فانت ايه؟ هتتوب. خلاص، اهم حاجه انت تتوب وتعمل صالح بعد كده عشان تستمر. طيب، ايه احسن حاجه صالحه تعملها؟ انت تستغفر. خلاص، انت كنت تعمل ذنب تبطله، وتبدا ان انت ايه؟ تتوب وتستغفر. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب، ايه تاني من الحاجات اللي انت ممكن تغيرها من نفسك عشان ربنا بقى يزق عليك الخير؟ ها، ان انت يبقى عندك توكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امري. خلاص، فعايز تتوكل على الله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تحسن الظن بالله. بمعنى ايه؟ حضرتك عايز شغل، عايز وظيفه، عايز زواج، اللهم زوجني، عايز عربيه، عايز املاك، عايز اي حاجه، عايز سفر، احسن الظن بالله. وفي حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. بص يا باشا، الكوره في ملعبك. انت بقى بتظن في ربنا، يعني انت اهو قاعد بتدعي: يا رب انا نفسي في عربيه، اي عربيه، بس يعني يا عمي انا اقول لك على حاجه، انا بنصحك انت لما تدعي ربنا ادعي باجمد حاجه انت عايزها في حياتك، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء. خلاص، يا رب انا نفسي في مرسيدس، اغلى واعلى موديل، احدث حاجه في الدنيا نزلت مرسيدس، وتبقى تدعي وانت مبسوط كده وعارف انها جايه لك. هذا هو حسن الظن بالله، وربنا هيبقى عند حسن ظنك بيه. انت ظنيت في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيديك، وهو مالك الملوك وملك الخزائن، هيديك. طب ظنيت بقى انت بتدعي
وعمال بقى ايه، لا انا هدعي ومش عارف ايه، بس انا خايف مش عارف ايه. لا خلاص بقى، خليك زي ما انت كده، مش تاخد حاجه، خليك زي ما انت، او هتاخد على قدك، اللي هو يعني كده مشي حالك خلاص. فيبقى عندك حسن ظن بالله. خلاص. طيب هديك مثال تاني هيوفر عليك القصه دي كلها. حضرتك انت ربنا لما خلقك، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا جميعا، خلقنا على اكمل وجه، ورد فينا الروح، وكمان مخلي جميع اعضاء جسمك شغاله، مالكش اي تحكم فيها. هل تقدر يعني مثلا لو انا قلت يا استاذ احمد او ابراهيم او ايه او منا، يلا بقى انا يعني ايه عايزكم تتحكموا في نبضات القلب، وتتحكموا في شغل بقى الرئه والكبد والكلى والكلام ده كله، يلا ابدأوا. مش تعرف. عامل بالظبط زي ما انت مثلا يبقى معاك تليفون على الودن دي وتليفون على الودن دي، وفي اتنين تاني بيكلموك. انت في كام عضو في جسمك؟ عمرك ما هتعرف الاوركسترا اللي هي شغاله دي، مش تعرف تتحكم فيها. ده فيلم وقصه. خلاص. وربنا يديم علينا الصحه. طيب فانت بقى سايب المثال ده قدامك، هو مثال حي. يعني وفي انفسكم، يعني انت اصلا، يعني انا اوصلها لك ازاي، اوصلها لك ازاي؟ انت اصلا جسمك شغال من غير اي امر منك خالص، مش محتاج منك اي حاجه. طيب وده بامر الله. خلاص. طيب وده برضه في العقل الباطن، يعني هو ربنا مدي جزء للعقل الباطن ان مثلا ايه، ما يبقاش عندك توتر طول الوقت. فلو انت عقلك الباطن بايظ، فانت يبقى عندك توتر طول الوقت، فالادرينالين هيطلع، هتلاقي نفسك قلبك سريع طول ما انت قاعد، ما عندكش راحه. فلذلك هو ربنا بيلهم عقلك الباطن باعدادات معينه، بتحكمات معينه، عشان ايه؟ دنيتك تمشي، تبقى انت قاعد عادي كده، اللهم لك الحمد. خلاص. طيب لو ربنا بقى ساب لك الدنيا دي كلها، مش حاجه كده متخزنه في عقلك الباطن، تخلي كل حاجه شغاله في تناغم تام بدون اي تحكم منك في العقل الواعي، فلا انت اصلا مش هتعيش، انت هتموت. انت هتقول انا هشغل القلب ولا هشغل الكلى ولا هشغل الكبد. خلاص. طيب فمن رحمه ربنا بينا ان هو بيدينا مثال في انفسنا، كل حاجه شغاله وانت قاعد مكانك، اللهم لك الحمد. فانت ليه ما تحسنش الظن بالله ان اي حاجه انت تطلبها هو ربنا يحققها لك بدون اي تدخل منك؟ لان هو ده الطبيعي. الطبيعي ان انت تؤمن وتحسن الظن بالله. فحضرتك لما تحيد عن هذه العقليه وهذا المنطق، فانت كده امرك منتهي. خلاص بقى، ما نطلبش حاجه طالما انت كده كده ما عندكش يقين بالله ولا توكل على الله، ما نطلبش حاجه. اقعد اعمل 10,000 استغفار و30,000 و100,000، صلي على النبي 5,000 مره، قيم الليل 10,000 مره، مفيش حاجه تتحقق. طب انا ايه اللي حصل معايا؟ مش انا قلت لكم بقى في اول الفيديو ان في حاجات حصلت معايا؟ باشا، في اول الفيديو قلت لك ايه؟ ان انا ما كانش معايا فلوس وربنا كرمني في اقل من ساعه. حضرتك انا كنت صاحي من النوم، عندي مشوارين مهمين جدا عايز اعملهم، وساعتها كان قدامي خيارين، ومعظم الناس بتختار الاختيار التاني اللي انا كان ممكن اختاره ساعتها، بس انا اخترت ان انا اتوكل على الله، بدل ما اختار ان انا قاعد قدام التلفزيون وخلاص بقى اريح دماغي وانتخ بالمعنى المصري والعربي. لا، اخترت ان انا اتوكل على الله. خلاص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص. طيب ففتحت الباب وانا قافل الباب، فقمت قايل ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وخرجت من المدخل وانا ماشي بقيت بستغفر ربنا، ويعني بقول اللهم اني استغفرك واتوب اليك، وكنت بقول كمان استغفر الله بس، وكنت بصلي على النبي. والله ما لحقت اكمل حوالي تقريبا يعني 200 استغفار او 100 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت واخد طريق شمال كده اختصار عشان كنت همشي مسافه طويله جدا. ومسافه طويله جدا دي لو ما خدتش الاختصار ده كان هيبقى يوم وليله، يعني قصه، يعني قصه كده. خدت اللي هو طريق الاستغفار ده، سوري، طريق الاختصار. فلقيت عربيه عطلانه، فلما لقيت العربيه العطلانه فزقيت معاهم، فلقيت الراجل بيقول لي تعالى، انت رايح فين؟ فراح جاي قال لي تعالى معايا انا هوصلك.
وفي نفس الوقت وانا يعني كنت بتفرج على الشارع كده واحنا ماشيين، فلقيت تليفوني بيرن، فحطيت ايدي في جيبي بطلع التليفون، فلقيت عميل بيتصل بيا بيقول لي يا حازم انت فين، تعالى عشان نشتغل واديك فلوس. فانا اصلا بقيت في حاله ذهول يعني، كده كده انا اصلا في حاله ذهول من الاول، عشان انا كنت همشي مسافه ما يعلم بها الا ربنا، ولولا ان انا لقيت العربيه العطلانه انا ما كنتش هوصل غير بعد مثلا ساعتين ولا حاجه. فالحمد لله يعني بعد ما زقيت ركبت مع الراجل، وكمان انبهاري تاني مره ان الراجل اتصل بيا وقال لي تعالى عشان يعني نشتغل مع بعض واديك فلوس. فقلت له باشا انا جاي لك في الطريق اصلا. فسبحان الله يعني، بقيت انا اصلا قاعد في ذهول من ان انت كنت بتفكر تقعد في البيت. انت متخيل بقى؟ انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انا لو كنت قعدت في البيت انا ما كنتش همر بالظروف دي كلها اللي تخليني اوصل مكاني. انا بقول لك ربنا سخر لي البني ادمين عشان انا توكلت عليه. يعني انت فاهم انا بقول لك ايه؟ انا توكلت على الله حق توكله فرزقني كما يرزق الطير الى اخره. فمنين كنت انا هعرف؟ منين كنت انا ما عنديش علم غيب؟ ما حدش عنده علم غيب. فلذلك انا كنت ما بين اختيارين، يا اما اقعد يا اما اتوكل على الله. فتوكلت على الله وربنا كفاني. ربنا يعني تكفل بيا. خلاص. طب رقم اتنين ان انا كان عندي مشكله في شغلي في العقارات، ان انا محتاج عربيه عشان الشغل بتاعي محتاج حركه. طيب، فدعيت ربنا ان انا نفسي في عربيه، وكانت نيتي في حاجتين. نفسي ان انا في عربيه عشان تسهل عليا ان انا اروح الجامع، عشان الجامع كان بعيد عليا شويه، واحيانا بضطر ان انا امشي في الشمس وفي البرد. والنيه التانيه ان انا كنت عايزها للشغل، السعي يعني الاكل الحلال. فربنا سبحانه وتعالى في نفس الاسبوع يسر لي الامور وهيأ لي الاوضاع، ان انا بدل ما كنت هجيب مكنه بقيت هجيب عربيه، وجبت عربيه. كل ده عشان ايه؟ عشان انا بدعي متوكل على الله وعندي حسن ظن بالله. محدش فينا يا جماعه معاه حاجه، محدش في معاه حاجه. يعني اقول لك ايه، انت مش في ايدك حاجه، انت بس بتدعي يبقى عندك يقين بالله وحسن ظن بس. تالت مشوار او تالت حاجه، ان انا تاني مشكله كانت عندي في شغل المجال العقاري، ان انت يعني لازم يبقى عندك مكتب عشان المصداقيه. فانا عشان يبقى عندي مكتب هدفع ايجار، وانا كان عندي مكتب وسبته عشان ايجاره عالي، وبعد كده اشتغلت فتره من غير مكتب. فلما بقيت عايز مكتب فدعيت ربنا في قيام الليل، وكنت اصلا قيام الليل ما بصليش قيام الليل. انت متخيل؟ يعني انا عبد مقصر قررت ان انا في يوم هصلي قيام الليل. يا ربي انا هصلي قيام الليل النهارده، ما اعرفش مين اللي الهمني. هو ربنا سبحانه وتعالى الهمني ان انا باشا انا هصلي قيام الليل النهارده. والله ما اعرفش جات لي منين، انا هصلي قيام الليل النهارده. ما اعرفش، صليت قيام الليل، دعيت ربنا يا رب وسع عليا. تاني يوم لقيت زميلي في الشغل بيقول لي يا حازم، يعني هو بيصحيني من النوم، يا حازم اصحى ده فلان بيفض الشراكه ما بينه وما بين فلان، و انا قلت له عليك. فقال لي ده اصلا حازم انا عجباني دماغه، فايه المشكله انه يبقى معايا في المكتب وكده. انا اصلا بقيت مذهول. تخيل تدعي ربنا بالليل واحد بيصحيك الصبح على الاستجابه. في ايه يا عم؟ في ايه؟ يعني اللهم لك الحمد، سبحان الله. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يعني عمرك ما تتخيل. مفيش صدفه، دي مش صدفه، ده شيء الهي. انت عمرك ما يجي على بالك اصلا. فانت بتتكلم في ايه؟ فمعلش لو انا طولت عليكم. محدش يعني اللي انا بحكيه لك لا يتوقع. انا مش طول. خلاص انا خلصت. انا خلصت. بس عايز تقلب على الفيديو اقلب يا عم، ما تشتركش. لو انت عايز بقى تضيع الفيديوهات دي منك ما تشتركش. اقول لك ايه؟ خلاص. ربنا يصلح حالكم. ولو ما صليتش على النبي صلي على النبي في التعليقات واستغفر الله. ماشي. ولو عندك قصه احكيها لي يا عم. لو عندكم قصص بقى قولوها في التعليقات. عايزين نحكي قصص. وبعدين انا هعمل بوست، هعمل بوست ان انت لو عندك قصه احكيها. يعني انا هعمل حتى جروب على الواتساب، ويبقى يعني ايه، في برضه حد هنا عامل جروبات، جروب للسيدات وجروب للرجال. يعني اللي عنده قصه يحكيها على الجروب ده او الجروب ده، واطلع انا احكيها. مش مشكله، عايز تطلع معايا لايف مفيش مشكله. وكمان انا فعلت موضوع الاشتراكات.
لو عايزين تدعموني يعني، مش عايزين عادي، ممكن اقفلها خالص، مش مهم. اهم حاجه ان انتم مبسوطين، واهم حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل مننا. والله العظيم ثلاثه، قسما بالله العلي العظيم، مفيش كلمه انا بحكيها لك ما حصلتش. كل اللي انا بحكيه ده بفضل الله، اللهم لك الحمد والشكر. وعايز اقول لكم على حاجه مهمه كمان، اوعى تنسى تحمد تشكر ربنا، ولئن شكرتم لازيدنكم. اوعى تنسى الشكر. دايما كنت بيبقى عندي مشكله اقول يا رب اللهم لك الحمد على الحاجه رقم واحد، الصحه. انت لو ما عندكش صحه انت عندك كل مشاكل الدنيا. لو الحمد لله عندك صحه وعندك مشكله، فانت عندك مشكله، عندك مشكلتين، عندك ثلاثه. لكن لو انت ما عندكش الصحه، فانت يعني اللهم لك الحمد على نعمه الصحه. تاني حاجه بحمد ربنا عليها وبشكر ربنا عليها، السقف اللي فوق راسي، ان انا مش نايم في الشارع، انا في سقف. ايجار بقى، تمليك، في المهم ان في سقف فوق دماغي. اللهم لك الحمد. بعد كده ان ربنا ميسر لك يعني ايه، ايسر واسهل الامور واللي هي المبادئ. يعني وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه، اللي هو من استيقظ من فراشه. انا مش فاكر بصراحه الحديث، بالله عليكم اللي فاكر الحديث يعني، فكانما حيزت له الدنيا. اللي فاكر الحديث يقوله لنا في التعليقات. انا خلاص متعود. اصل انا مش شيخ، فانا مش هاجي اقعد بقى اقول لك حديث غلط وبتاع، لا. انت يا باشا عارف الحديث، ساعدني بالله عليك، ساعدني. كلنا بنحاول نقرب، كلنا بنحاول نقرب. خلاص، والله المستعان. اشوفكم الفيديو الجاي. احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص بقى امشي، الفيديو خلص. الفيديو خلص، مفيش حاجه تاني. يلا سلام.